ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. الفيلم بيتكلم عن ولد اسمه بيبي شغال في حياة الجريمة، بيعد الايام والليالي والساعات علشان ينتهي منها. رئيس العصابة اللي هو اسمه دوك اجبر بيبي يشتغل عنده عشان يسدد الدين، لانه حاول يسرق عربيته زمان وطول الوقت بيبتزه علشان يشتغل معاهم. دوك اللي هو رئيس العصابة كان بيغدر بكل اللي شغالين معاه، وكان بيخلص عليهم بعد كل عملية. والقاسم المشترك ما بينهم طبعا هو بيبي، كان بيسيبه عايش. ما ننساش الجانب الرومانسي الحنون الهادي في الفيلم، وهو ان بيبي بيقع في حب بنت شغالة في مطعم اسمها ديبورا. دي كانت قصة الفيلم باختصار. الفيلم تصنيفه أكشن وجريمة. ما تنساش ان الفيلم ما فيهوش مشاهد اكشن وبس، لا ده فيه كمان مشاهد كوميدية، تخيل. واجمل حاجة في الفيلم هي الموسيقى التصويرية اللي مظبوطة مع كل مشهد بدقة، تخليك كده تندمج مع المشهد، تحس ان انت والمشهد حاجة واحدة كده. من انتاج سنة 2017 وحقق نجاح وايرادات كبيرة جدا. الفيلم اتكلف 32 مليون دولار، وده مبلغ كبير جدا. ولكن هتتصدم لما تعرف انه حقق ايرادات اعلى، وهي 220 مليون دولار امريكي. ومن ابطال الفيلم انسل الجورت في دور بيبي، ليلي جيمس ممثلة ديبورا اللي هي حبيبة بيبي، كيفن سباسي في دور دوك اللي هو رئيس العصابة. الفيلم فعلا جامد جدا جدا. انصحكم انكم تتفرجوا عليه كده بالليل وتجهزوا الفشار وقعدة جميلة علشان تتبسطوا بيه. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة. السلام.